الفيديو النهاردة عن مين اللي جاي في طريقك. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى اللون البامبا، المجموعة التانية اللون الأسود. اختاروا بالأحجار أو بالألوان أو اختاروا بالحروف، هسيبها لكم في صندوق الوصف، هسيبكم ثواني تختاروا ونبدأ على طول. تمام، نبدأ بالمجموعة الأولى اللي اختارت اللون البامبا. خلونا نشوف مع بعض مواصفات الشخص اللي جايلك. من مواصفاته انت هتقدر تعرف ان كان هو شخص جديد ولا شخص قديم. تمام، اولها كده تجيلك حب بقى. تمام، هناخد الطاقة بتاعتك، بس ناخد كمان كروت الملايكة. كروت الملايكة انا حاسة ان هي كلها جاية عنك انت، مش عن العلاقة اللي احنا بنسأل عنها، مش عارفة ليه. خلونا بس ناخد الطاقة بتاعتك الاول. انت في حاجة او شخص، ممكن يكون مشروع، ممكن تكون دراسة، ممكن تكون موهبة، ممكن تكون ايا كان، انت شغفك عالي اوي اتجاهه. لو الشغف ده اتجاه شخص، فانت يعني ايه، بتراقبه جدا ومدمن جدا 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 ان انت تفكر فيه، انت بتفكر فيه بشكل فظيع. مركز معاه قوي قوي قوي، مدقق في تفاصيله. مدقق هو بيفتح الساعة كام، هو بيبقى اونلاين الساعة كام، هو بيقفل امتى، هو بيرجع امتى، هو بينزل ايه على الستوري، عارف انت مراقبه، مركز معاه، مركز مع تفاصيله. ولو هو مش شخص، لو الشيء اللي عندك شغف ليه ده شيء يعني هو شغلانة مثلا، فانت بصراحة ما شاء الله مجتهد فيها جدا ومدمن عليها وبتبذل اكتر، يعني ايه، بتبذل كل طاقتك في الشغلانة دي دلوقتي. طيب، ده بالنسبة للطاقة بتاعتك. انطبقت عليك كمل قراية، ما انطبقتش عليك اسمع القراية التانية، وما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. خلونا بقى نشوف اول حاجة مين الشخص القادم في طريقك، عايزين نعرف مواصفاته. طيب بصوا بقى، خلونا نتفق مع بعض على حاجة، ان انا احساسي قوي بالاكتر انه الشخص ده اللي احنا بنقرا عنه النهاردة ده شخص انت اوريدي تعرفه، مش من الماضي، ممكن يكون من الماضي، بس لو الماضي هيبقى ماضي قريب، يعني اللي هو ايه، مثلا انتوا سايبين بعض من قريب لو انتوا منفصلين. بس انا حاسة بالاكتر ان انتوا اوريدي في علاقة دلوقتي، انتوا مع بعض دلوقتي، انتوا كمان بينكم علاقة جسدية وبينكم شغف جسدي عالي قوي. المشكلة ان الشخص ده مشاعره ليك اكتر حاجة متوجهة اتجاه الحتة دي، يعني اكتر حاجة شغلاه فيك الحتة دي. هو شخص على فكرة اكتر صفة فيه ان هو عنده اختيارات كتير، حواليه ناس كتير، حواليه اختيارات وفرص كتيرة. مش حاسة قوي ان هو ناضج، حاسة اكتر يعني ان هو شخص هوائي شوية، او بيحب ان هو يقضي وقت، شخص رومانسي. وممكن يكون هو كده معاك انت بس، يعني ممكن تكون انت اكتر حد لمست فيه الحتة دي، او خليته مثلا يعني حاسس بشغف عالي قوي اتجاهك. ممكن يكون معاش المشاعر دي مع اي حد تاني، بس هو عنده اختيارات كتير. متناقض شوية، حاسة شوية ممكن يكون بالنسبة لك متناقض لبعضكم. بتحسوا وانتوا معاه بمشاعر عالية قوي، بتحسوا ان هو توأم روحك، يعني بتحس ان هو شخص انت بتحبه قوي، مرتاح له قوي، حاسس ان هي علاقة مستحيل ان انت تبقى مجرد علاقة عابرة، لا، انت حاسس ان الشخص ده لامس حتة جواك عميقة قوي. الشخص ده انت تعرفه على فكرة، انا كل ده مش بتكلم عن حد في لسه هيجي، لا، الشخص ده انت بالفعل تعرفه. كمان الشخص ده انت عندك مشكلة تجاهه ايه بقى، ان هو بيحبك، انت حاسس ان هو بيحبك لاجل الجزء الجسدي فقط، وفي نفس الوقت انت بتحبه، يعني انت حاسس ان انت عندك مشاعر ليه اكبر من كونها مشاعر جسدية، بس انت معجب بيه قوي. وفي نفس الوقت بتعاني من صراع كده جواك، عندك صراع جواك قوي، انت عندك عدم تقبل لنفسك، حاسس ان انت مثلا اللي بتعمله ده غلط، حاسس ان انت مش قادر تحترم ذاتك بشكل كافي. هنا بيقولك حب نفسك اولا، احترام الذات يجعلك جذاب ورومانسيا اكتر، يعني لازم تصالح نفسك في الحتة دي، لازم تصالح نفسك وتبطل تبص لنفسك بنظرة سلبية او بنظرة فيها يعني تأنيب ضمير طول الوقت، لان ده بيوصل له. يعني انت مثلا خلاص انت مش عايز حاجة زي كده، وقف.
لكن في نفس الوقت هتكمل مع مشاعر سلبية هتوصل له، وساعتها هينفر منك، وساعتها عمره ما هيقدر يحس اتجاهك برومانسية او انك شخص جذاب، لان انت ذات نفسك مش حاسس كده اتجاهك. فاهم ازاي؟ فانت يا اما توقف الموضوع ده، يا اما تحاول على قد ما تقدر ان انت تبص لنفسك بطريقة ايجابية، وبطريقة ان انت محبوب وان انت متقبل نفسك تماما عشان توصل له الطاقة دي. كمان الشخص ده من ناحية بقى مشاعره اتجاهك هو بيبقى مبسوط معاك قوي. انا مش هقدر اقولك ان هو بيحبك حب فظيع، بس هو على الاقل خالص بيكون مبسوط معاك قوي قوي قوي، يعني قمة السعادة بيعيشها معاك. هو بيحس معاك بمشاعر بيبقى مستغربها قوي، بيحس بالاكتمال، بيحس ان هو لاقي نفسه، بيحس ان هو مع توأم روحه، بيحس ناحيتك زي ما انت بتحس ناحيته. على فكرة انتوا الاتنين بتحسوا نفس الشيء، الفرق بس ان هو ان احساسك اتجاه نفسك بالطريقة السلبية دي بتوصله، فهو مش قادر يعني ايه، بتشوشر على مشاعره، وبتخليه يحس كل ما يجي مثلا يحبك يحس ان انت بتصدر له طاقة تقول له لا انا مستاهلش اتحب، لا ما تحبنيش، لا انا شخص وحش، لا انا شخص سيء. فخدوا بالكم من الحتة دي. كمان الشخص ده مش قادر احس ان هو عايز ياخد العلاقة لمستوى عالي، مش قادر احس بده للأسف، حاسة ان هو عايز يحط حدود، انه لا انا اخري ان احنا نبقى في علاقة مثلا عاطفية، انا اخري ان احنا مثلا بنتكلم مع بعض كده، مش هناخد العلاقة ليفل اعلى. هو الشخص ده من الاخر بيقضي وقت وانت حاسس ان انت العلاقة هنا الحب فيها مش متبادل، انت حاسس كده، مع ان هو بيحبك. على فكرة هو بيحبك، بس هو عقلاني اكتر منك شوية. انت عاطفي ومندفع في مشاعرك، هو لا، هو عقلاني وبيحسبها شوية، وشايف انه ايه، مثلا ممكن انت تكون متجوز فهو مش هينفع ياخد علاقتكم لأعلى من كده، لان انت اوريدي متجوز او هو متجوز. فاهمين ازاي؟ فهو بيفكر بعقله اكتر وبيفكر بشغفه اكتر في العلاقة دي، انما انت بتفكر بمشاعرك قوي. وانت بتحبه قوي، على فكرة انت متعلق بالشخص ده قوي. فخد بالك بقى زي ما قلت لك كده، لازم تغير مشاعرك اتجاه نفسك، ولازم ما تتوقعش منه اكتر من اللي هو بيديهولك، لان انا مش حاسه ان هو في الطاقه دي هيقدر ان هو يديلك اكتر من اللي بيديهولك. هو اصلا بالعكس، يعني هو وممكن كمان ياخد موقف شويه الفتره الجايه، لو ما كانش اوريدي خد الموقف ده، فهو ممكن جدا ياخد موقف الفتره الجايه، وتحس ان هو مثلا ايه، لو انت بتلح عليه كتير في ان هو في العلاقه او في الارتباط، او بتغير عليه كتير او الكلام ده كله، ممكن يحاول يوقفك شويه او يحط حدود قويه. بنسبه كبيره ممكن يكون ده بالفعل بيحصل دلوقتي. فبس يعني دي كل حاجه يا مجموعه رقم واحد. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك. اشكركم جدا، مع السلامه. اهلا بيكم يا مجموعه رقم اتنين اللي اختارت الحجر الاسود او اخترته بالحروف. اول حاجه هناخدها مع بعض مواصفات الشخص اللي جاي في طريقك. من مواصفاته هنقدر نعرف بقى ان كان هو شخص جديد ولا شخص قديم. خلينا ناخد برضو رسائل من الملائكة. تمام، اول حاجة ناخدها هي الطاقة بتاعتك. انت في حاجة قافل عنها قلبك قوي، انت قافل قلبك قوي الفترة دي، او بتقول لا الحاجة، يعني ممكن مثلا تكون بيتعرض عليك اكتر من فرصة او اكتر من شخص بيحاول يقرب منك، وانت بتقول لا. لا دي انا حاساها شوية لانك عارف قيمة نفسك قوي، مش حاسة ان هي لا دي اللي هو مثلا انا معقد، لا هو ممكن تكون انت عارف قيمة نفسك قوي. وممكن كمان احتمالية تانية ان انت تكون اوريدي في حياتك شخص مش عارف تنساه، وانت مش عايز غيره، فانت عمال تقول لكل حد تاني لا عشان انت عايز الشخص ده. يا اما انت عارف قيمة نفسك قوي، فانت مش عايز اي حد، لا انا عايز اللي يقرب مني ده حد بمواصفات معينة، حد يكون مكافئ ليا، حد يكون يستاهلني. فاهم ازاي؟ فانت قافل قلبك، ومش قافل قلبك انت بس، قافل قلبك عن العلاقات اللي هي بتاعت تقضية الوقت. لا انت عايز حاجة حقيقية، وحاجة فيها استقرار مثلا، او على الاقل خالص علاقة تكون مكافئة ليك. ماشي؟ طيب الشخص ده بقى مواصفاته ايه؟ مواصفات الشخص ده هو اولا
صبور قوي قوي قوي، شخص صبور، شخص بيشتغل كويس جدا، يعني بيشتغل مجتهد في شغله، منضبط قوي. كمان الشخص ده عنده امنيات كتير، اهداف كتير، عايز اكتر من حاجة. عايز مثلا صحته تكون بشكل معين، وضعه المادي يكون معرفش ايه، يلاقي شريك حياة روعة. شخص عارف قيمة نفسه برضو، خلونا نقولها بالطريقة دي. هو شخص برضو عايز على مستوى حياته يكون حد يعني ناجح، حد شاطر. وممكن يكون في موضوع معين هو ده اللي اكتر حاجة عايزها، يعني مثلا ممكن يكون بيشتغل كتير قوي ومستني ترقية بقاله فترة طويلة، او مثلا بيبذل مجهود كبير قوي ولسه ما بدأش مثلا مشروع يجيب له فلوس. ايا كان، هو في حاجة امنيات عنده متعلق بيها قوي واستناها بقاله كتير. ممكن تكون كمان الامنيات دي علاقة حب، او ممكن يكون انت، لو انت الشخص ده بالفعل تعرفه، ممكن يكون حاول معاك كتير مثلا وانت كنت بتصده. فهو زي ما بقولك كده صبور، شخص على فكرة جدع، شخص طيب، شخص ممكن كمان يعتمد عليه. وممكن جدا كمان يكون شخصية ترابية، مش بالظبط يعني، بس ممكن يكون شخصية ترابية. كمان شخص بيحتار قوي، عنده عيب ان هو الحيرة عنده كتير قوي، بيحتار. يعني شخص متردد، شخص مثلا ما بيبقاش عارف، بياخد وقت طويل قوي على انه يوصل لقرار او يتخذ قرار. يعني بياخد وقت طويل قوي، يقعد يدرس في القرار مرة واتنين وتلاتة. عشان كده بقولك انا حاساه شوية شخصية ترابية، حتى لو هو مش برج ترابي، بس ايه، ممكن يكون طبيعة شخصيته شبه الشخصيات الترابية. طيب ده بالنسبة لمواصفاته. الشخص ده مشاعره تجاهك ايه؟ هو حاسس بصداقة، يعني هو مشاعره تجاهك صداقة. انا مش قادرة اشوف مثلا ان هو لو انت تعرفه فهو مشاعره تجاهك صداقة. لو انت لسه ما تعرفوش فهو اول ما هيعرفك هتبدأ علاقتكم علاقة صداقة، مش هتبدأ بعلاقة حب، يعني فاهم؟ هيبقى حابب فيك روحك الخفيفة. بص، هي حاجة من الاتنين. لو انت شخصية جد قوي وقافل قلبك قوي لان انت كنت كده في طاقتك، فتبقى هنا رسالة الملايكة بتقولك خليك لطيف، يعني حاول تكون لطيف، طلع روحك الخفيفة للناس اللي حواليك. لكن لو انت بالفعل شخص اصلا مرح ولطيف مع الناس، انت مثلا مش ناقصك الحتة دي، فيبقى هو دي اكتر حاجة هتعجبه فيك بقى بالفعل. يعني هو لما هيشوف فيك الحتة دي هيبقى عاجباه قوي، وهيبقى ده محسسه ان هو ايه، طول ما هو معاك حاسس بمرح، حاسس ان انتوا اصدقاء، حاسس ان هو مثلا بيقضي وقت معاك حلو قوي، بيبقى فرحان قوي وهو معاك. الشخص ده على فكرة ممكن كمان ما يكونش ليه اصدقاء كتير، فهو ممكن يحب قوي فيك الحتة دي. انتوا هتبقوا صحاب حلوين قوي مع بعض، والموضوع بعد كده هيتطور. ليه بقى؟ لان انا بقولك في السؤال بتاع هو هيبقى عايز ايه من العلاقة دي، هل هيبقى عايز صداقة، حب، تقضية وقت، جواز؟ ليه بقولك ان المشاعر هنا هتتطور؟ لان هو هيبقى في حيرة قوي. هو اصلا ده طبيعته، هو طبيعته شخص بيحتار قوي. فهو هيبقى محتار جدا 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 فيك. حاجة من الاتنين، يا اما هو محتار انه هو انا بحبه وانا ما بحبوش، هو انا المشاعر اللي جوايا دي ايه، يعني دي صداقة كده وانا معجب بيه، ولا انا بحبه وانا مش حاسس، ولا ايه؟ يا اما الحاجة التانية ان هو هيبقى متأكد من حبه ليك ولكن محتار فيك انت، وده احتمال كبير لان انت شخصيتك شكلها محيرة قوي على فكرة. هيبقى محتار فيك، ممكن ده احتمال كبير قوي ان هو يبقى بيحبك وبيكرش عليك كمان، لكن هو هيبقى خايف لانه مش عارف لو قالك هيخسرك كصديق. طب هو انت بتحبه ولا مش بتحبه؟ انت ساعات تبينه انك بتحبه، طب ساعات تحسسه ان انت ممكن ترفضه لو قرب منك. هيبقى محتار قوي. فيا اما هيبقى محتار في مشاعره هو ذات نفسه، يا اما هيبقى محتار في مشاعرك انت. وعشان كده هنا رسالة الملائكة بتقولك المحادثة من القلب للقلب، تحدثوا بصراحة عن مشاعركم لبعضكم البعض. واضح كده ان انتوا الاتنين هتبقوا معجبين ببعض وبتحبوا بعض، ولكن كل واحد فيكم ساكت، كل واحد فيكم خجول، كل واحد فيكم مستني التاني هو اللي يبادر، هو اللي يلمح، هو اللي يبدأ. وده ممكن يخلي كل واحد فيكم حيران في التاني اصلا. فمهم قوي ان انتوا تتكلموا، مهم قوي ان انتوا تقولوا لبعض لو انت العلاقة دي بالفعل في حياتك دلوقتي، والشخص ده بالمواصفات دي موجود دلوقتي، فانت محتاج بقى فعلا تبدأ تتكلموا مع بعض بشكل جد شوية، او بشكل صريح، او مثلا تلمح له قوي،
او يعني حاول تفهم، حاول، لان انتوا مشكلتكم ان انتوا الاتنين مش بتتكلموا بصراحة، انتوا الاتنين بتلفوا وتدوروا على بعض، فدي كده هتعقد الامور يعني. طب وبعدين؟ فلازم حد فيكم يبدأ الكلام. فبس دي كل حاجة يا مجموعة رقم 2. اتمنى يا رب القراية تكون عجبتكم، اشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. شكرا ليكم، مع السلامة.